يا ترى رحلة الطاقم بعد السنتين بعد ما اتدربوا بقوا من اقوى طواقم في عالم ون بيس، يا ترى قوتهم عامله ازاي، والاحداث ما بينهم والاحداث اللي هتحصل والاعداء، قوه الاعداء، ايه هو العالم الجديد، مين هم الجروسي، مين هو ايمو ساما، ايه هو القرن الفارغ. الفيديو ده هنشرح تكمله احداث ون بيس في سلسله عيش معايا ون بيس. بس قبل ما ابدا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتشارك الفيديو لو لقيت انه انت مهتم بعالم ون بيس. ويلا بينا علشان نبدا في الفيديو. بعد حرب المارين فورد بنشوف تفرق الطاقم من على جزيره شابوندي زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات. بنلاقي ان لوفي بيدربوا ريلي، وبنلاقي ان زورو بيدربوا ميهوك، وبنلاقي ان سانجي بيدربوا ايفانكوف، وبنلاقي ان نامي بتتدرب على الطقس في جزيره السماء، وبنلاقي يوسوف بيتدور على القنص، بنلاقي تشوبر بيتدرب على الطب، وبنلاقي روبن بتكون مع الجيش الثوري علشان تطور من قوتها، وبنلاقي برضو بروك بيدرب على السيافه ومع الموسيقى، وبنلاقي فرانكي بيتدرب على الصناعه في بنك هازار. وبعد سنتين كاملين من التدريب بيرجع الطاقم اقوى من بس السؤال الحقيقي هنا، هل الطاقم مستعد للعالم الجديد؟ يلا بينا تعالوا. لوفي خلاص اتدرب على الهاكي، سانجي اتدرب على الهاكي، زورو اتدرب على الهاكي، وكل واحد فيهم رجع اقوى من الاول. طبعا كانت نقطة الالتقاء كانت شابوندي مكان التفرقة. بنشوف اولا ظهور لوفي، طبعا بنشوفه قوة اسطورية بيتجنب الضربات، وبرده من الباسيفيستا، وشاف المزيفين بتوعه اطلق هاكي ملكي وقعهم كلهم. بنشوف زورو وسانجي بيتقاتلوا مع الباسيفيستا وبنشوفهم بيقضوا عليهم. بنشوف ان لوفي وزورو والطاقم بتاعهم ابتدوا ان هم ينزلوا لجزيرة البرمائيين. هنا بدأت اول معركة حقيقية ضد هودي جونز، كانت لحظة ارهب اللحظات، شفنا قوة الطاقم الحقيقية، سانجي وزورو وروبن وفرانكي وبروك ونامي ويوسوب. وبعدها بنروح للبنك هازار وبنشوف اول تحالف رسمي بينهم وبين ترافيجلر دي واترلو، احد افراد الجيل الاسوأ. كل ده علشان يعملوا ايه؟ طيب ما سألتش نفسك؟ كل ده علشان هيوقعوا اقوى مخلوق في قصة ون بيس كلها، هو كايدو. طبعا ده بعد ما ايه؟ بعد ما اتفقوا مع بعض انه لوفي هيروح يوقع دوفلامينجو بالتعاون مع ترافيجلر دي واترلو، لان كان في بينهم عداوة قديمة جدا. بنشوف فلاش باك للو وهو بيتذكر الماضي مع كوزان اخو دوفلامينجو، ولكن للاسف دوفلامينجو بيقتل كوزان بسبب ان هو عارف ان هو شغال في البحرية. طيب وبعدين بنشوف انه بيحصل تحالف بين لوفي ودوفلامينجو زي ما قلنا، وبيبدأ ان هم يروحوا على الارك اللي بعد كده، ارك دريس روزا. ايه هو ارك دريس روزا؟ هي مملكة كانت تابعة لحكومة العالم، ولكن بعد تحكم لتشيتشيبوكاي اللي هو دوفلامينجو اصبحت خارج التحالف. فبنشوف ان هم خلاص بقوا خاضعين ليه. فبنشوف ان لوفي وترافيجلر دي واترلو بيتحدوا، وبنشوف اول مرة ظهور لقوة لوفي وهي الجير الرابع. كان ظهور اسطوري بصراحة، وانا كان يعني انا في 2017 تقريبا هو ظهر، انا يعني كنت مبسوط جدا ان هو ظهر، وكنت سعيد ان هو لوفي بقى بالقوة دي. نشوف زورو وباقي الطاقم بيحاولوا يخرجوا من قفص الطيور اللي عامله دوفلامينجو. وبعد كده بنشوف ان هم راحوا للارك اللي بعد كده بعد هزيمة دوفلامينجو، فهم بيروحوا للارك اللي بعد كده او الجزيرة اللي بعد كده اللي هي جزيرة زو. وهنا ظهرت اسرار ضخمة، ظهور البونجليف الاحمر الثاني على التوالي بعد ما اكتشفوه في الاباستا. كده الطاقم معاه 2 بونجليف احمر. وبنشوف ان سانجي تم اختطافه. علشان نروح للارك اللي بعد كده، ارك الكعكة الكاملة، وظهور يونكو جديدة هي يونكو البيج مام. طبعا الاباطرة الاربعه اللي كانوا في الاول هم كانوا 4 بالظبط، كان شانكس، اكاجامي نو شانكس، كان كايدو، كان البيج مام، وكان ادوارد تنجنت اللحيه البيضاء. بعد موت اللحيه البيضاء في المارين فورد ظهر اللحيه السوداء مارشال دي تيتش. وفي الارك ده بنشوف ظهور قاده البيج مام كاتاكوري، سموذي، وكراكر. طبعا احنا بنشوف احداث ضخمه جدا، ان لوفي بيهزم كراكار وبيهزم كاتاكوري، وبيحصل ان هو بيرجع سانجي، وسانجي كان رافض، وبيشوف اخواته ان هو بنشوف ماضي سانجي كان مع الجيرما 66. وبعد كده بنشوف شويه احداث كده بين لوفي وبين سانجي وبيتقاتلوا. نشوف احداث بين الجيرما 66 والبيج مام، هم كانوا عايزين يجوزوا سانجي لاحد افراد البيج مام علشان يبقوا من اقوى الشعوب، بس للاسف ما حصلش لان لوفي دخل وتعاون مع بيج فازر وهزموا البيج مام. وبننتقل بعد كده للارك اللي بعد كده، وهو الارك الاخطر في قصة ون بيس بعد المارين فورد، هو ارك وانو، ارك جزيرة وانو، ارك ملك الشياطين كايدو.
وطاقم الوحوش الخاص بيه. حرب وانو شفنا انه لوفي مات، وشفنا برضه ان هو اتهزم 5 مرات، وشفنا ان هو اتسجن، وشفنا ظهور البيج ماقم بتاعها، وابتدوا ان هم يعملوا تحالف علشان يسقطوا العالم. ولكن تصدى ليهم الجيل الاسوأ اللي هو كان كيد، لوفي، زورو، سانجي، كابتن يوستس، كيد، وكيلر. كل دول اتحالفوا علشان يوقعوا 2 يونكو، وكانت من اصعب المواجهات في قصة ون بيس ان هم يوقعوا 2 يونكو. ونشوف ظهور الجاري الخامس اللي هو انتقاص فاكهة المطاط الخاصة بلوفي، وده كان من احسن وافضل الحلقات اللي شفتها. وظهور قوة لوفي، ونشوف الجروسي كانوا مرعوبين من الموضوع ده، وضحوا باحد اقوى اعضاء السي بي زيرو في عندهم في الماريجوا. لكن القصة ما بتنتهيش، ده احنا لسه عندنا ارك الايج هيد، وظهور الجروس الخمسة، وظهور ايموساما، وظهور الهاكي الجوي بوي، وظهور قوة عملاقة، وظهور ايميث ووعده الجوي بوي، وظهور برضو الفيل العملاق اللي هو زونيشا. كل الاحداث دي ظهرت في ارك واحد، وهو ارك الايج هيد. كانوا من احسن الاركين في قصه ون بيس، ارك وانو وارك الايج هيد. وبنشوف الارك اللي داخلين بعد كده هو ارك الباف. ده بالنسبه للانمي. بالنسبه للمانجا فهي مكمله في ارك الباف، بس احنا مش عايزين نحرق المانجا، خلينا في الانمي. واحنا كده يعتبر خلصنا الفيديو. فلو عجبت بالفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتشارك الفيديو علشان نوصل ل 1000 مشترك. وشكرا جدا على 279 مشترك، ويلا بينا مع السلامه.